السلام عليكم. النظام الجزائري الغبي ينتهج سياسة جديدة ضد فرنسا للضغط عليها لسحب اعترافها بخطة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية. وهذه السياسة هذه جديدة أنا سميتها سياسة الانفلونسرز ولا سياسة المؤثرين أو سياسة تيك توك. جميعنا يعلم بأن فرنسا مؤخرا اعتقلت العديد من المؤثرين على تيك توك خصوصا، واللي كيعملوا لدى النظام الجزائري وكيهدوا المعارضين الجزائريين المقيمين في الخارج وخصوصا في فرنسا. وباشرت فرنسا بترحيل أولئك المؤثرين المشبوهين اللي عندهم علاقات مع النظام الجزائري نظرا لتحريضهم على العنف، وكان أولهم ولن يكون آخرهم هو ذاك نعمان بوعلام لرحلاته فرنسا، ولكن النظام الجزائري لم يشأ ورفض السماح له بالدخول أراضي الجزائرية، رغم أن هذاك نعمان بوعلام هو جزائري، والنظام الجزائري يدعي بأنه يدافع عن حق الشعوب ويأوي البوليساريو على أراضيه لأن لديهم قضية عادلة، ويرفض استقبال واحد من الرعايا الجزائريين المقيمين في فرنسا، مهما كان ذلك السبب الذي رحل على إثره نعمان بوعلام، ولكن يبقى جزائري، وعلى النظام الجزائري استقبال ذلك المواطن الجزائري أولا، ثم يرى ما إذا كان سيصعد ضد فرنسا أو سيدعمه مثلا في القضاء الفرنسي، ولكن يرفض استقبال هذا المؤثر الجزائري ظنا منه بأنه بتلك الطريقة سيضغط على فرنسا. وبالمناسبة ليست هذه المرة الأولى التي يقوم فيها النظام الجزائري خصوصا بعد دعم فرنسا لخطة الحكم الذاتي الصحراء المغربية برفض استقبال أولئك المرحلين من فرنسا لأنهم يقيمون هناك بطرق غير شرعية أو مرحلين لأسباب أخرى. حتى في غشت وأنا أتذكر بأنني عملت فيديو على تلك الحادثة التي أسمتها مجلة لو كانار أونشيني الفرنسية بالبينغ بونغ، لأن فرنسا كانت تشحن أولئك المرحلين الجزائريين على طائرات مدفوعة من أموال دافعي الضرائب الفرنسيين وتنقلهم إلى الجزائر، ويقوم الكابران برفض استقبالهم على الأراضي الجزائرية. وما لا يعلمه الكابران الغبي الأحمق الأهوج بأنه بهذه الطريقة فإنه سيؤذي أولئك الفرنسيين وما أكثرهم مقيمين في فرنسا، لأن حتى وزير الداخلية الفرنسي اللي هو برونو غوتايو قال بأن الجزائر برفضها استقبال المرحلين الجزائريين فهي تحاول إدلال أو إهانة فرنسا، والأمر لن يمر مرور الكرام. وكذلك وزير الخارجية الفرنسي اللي هو جون نويل بارو كذلك هدد بالتصعيد ضد الجزائر إذا واصلت الجزائر أو النظام الجزائري تصعيد التوترات بخصوص أولئك المؤثرين. يعني بعد تصريحات وزير الداخلية ووزير الخارجية الفرنسيين ممكن فرنسا أن تتخذ إجراءات عنيفة وعدائية ضد الرعايا الجزائريين مقيمين في فرنسا، حتى من حاملي الجنسية المزدوجة. يعني حتى من حاملي الجنسية الفرنسية ممكن لفرنسا أن تجد أي ذريعة لترحيلهم إلى الجزائر. يعني ممكن للكابران الغبي أن يتسبب بحماقته المعتادة في ترحيل أغلب الجزائريين المقيمين في فرنسا، حتى الذين منهم يقيمون بطريقة شرعية، ظنا منه بأنه بهذه المحاولة الغبية سيضغط على أولئك المعارضين ممكن فرنسا، أو سيضغط على فرنسا لسحب اعترافها بخطة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، ويستغل أيضا أحد أذرع المخابرات الجزائرية والمقيم في بريطانيا، وتحدثت عنه في فيديو سابق اللي هو رياض بلادي، والذي أنشأ له النظام الجزائري منصة إلكترونية اسمها International Supermarket News يتحدث فيها دائما عن أمجاد النظام الجزائري والكبرانات والقيمة الدبلوماسية التي يتمتع بها عبد المجيد تبون عمي تبون على المستوى الإقليمي والدولي. مؤخرا قام بكتابة مقال تحت عنوان عبد المجيد تبون
النجم الصاعد في عالم القيادة والدبلوماسية العربية. وكذلك مع بدء يعني اعتقال فرنسا لأولئك المؤثرين المحرضين على العنف، كتب مقال آخر تحت عنوان: الشعب الجزائري يطالب من حكومته قطع جميع العلاقات مع فرنسا حتى تعتذر فرنسا عن تلك الجرائم في الحقبة الاستعمارية. وبالمناسبة هذه لفتت النظر إلى المخابرات المغربية. دعكم من سعيد بن سديرة. سعيد بن سديرة أصبح ورقة محروقة. يعني لا أظن بأن سعيد بن سديرة هو من يتواصل مع أولئك المؤثرين لكي يحرضوا على العنف ضد المعارضة أو يثيروا القلاقل في فرنسا. رياض بلادي هو الذراع الجديد للنظام الجزائري في أوروبا، وعليكم مراقبته. وبالنسبة للكاميرا الغبي فهو يظن بأنه بهذه الطريقة الهوجاء الحمقاء سيضغط على فرنسا لتسحب دعمها لخطة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وهو فقط واهم. فرنسا ببساطة ستقوم باعتقال أولئك المؤثرين الجزائريين الذين يثيرون القلاقل، سواء إن كانت لهم علاقات مع النظام الجزائري أو لا، وترحيلهم إلى الجزائر. وبالمناسبة من بين أولئك المؤثرين المعتقلين في فرنسا هناك صوفيا بن لامان الغنية عن التعريف، وكذلك أحد المؤثرين الذي لا أعرفه اسمه عبد السلام بازوكا، وكذلك مؤثر آخر اسمه لاكساس، بالإضافة إلى نعمان بوعلام وتانتا إيميلو. لا، ليس تانتا إيميلو، هم تانتا إيزازو، والذين كانوا أول من تم القبض عليهم في إطار تلك الحملة التي تشنها فرنسا على أولئك المؤثرين أدرع النظام الجزائري في الداخل الفرنسي. وهنا يتأكد جليا بأن النظام الجزائري كما نقول دائما بأنه لا تهمه مصلحة الجزائريين سواء في الداخل أو في الخارج. كل ما يهمه هو تقسيم أراضي المملكة المغربية والحصول على منفذ على المحيط الأطلسي، يعني وتدمير المغرب. يعني كل هذه الأحداث فهي تدور في رحى أعداء كبرنات الجزائر للمملكة المغربية. وأقول للكبرنات الأغبياء بأن محاولاتكم البائسة لن تفضي إلى تلك النتيجة المرجوة بالضغط على فرنسا لسحب اعترافها بخطة الحكم الذاتي، بل هي فقط تؤكد مدى اليأس الذي وصل إليه النظام الجزائري الحقير الوضيع المارق الفاسق. ولن تستطيعوا أبدا الضغط على فرنسا، لأنه منذ أن سحبتم السفير بعد اعتراف فرنسا بخطة الحكم الذاتي وأعلن أحمد عطاف بأن تلك فقط الرصاصة الأولى وسيلي ذلك العديد من الإجراءات العقابية ضد فرنسا التي دعمت مغربية الصحراء، ماذا فعلتم؟ قمتم فقط بمنع استيراد القمح الفرنسي، قمتم بمنع دور النشر الفرنسية بحضور معرض الجزائر الدولي للكتاب، قمتم باعتقال بوعلام صنصال، والآن تحاولون إثارة القلاقل في الداخل الفرنسي ببعض المؤثرين الأغبياء كما هو الحال بالنسبة للنظام الجزائري. فلن تصلوا إلى أي نتيجة، أنتم فقط تضرون بمصالح المهجرين الجزائريين المقيمين في فرنسا أيها الكبرنات الرعاع الأوباش. والسلام عليكم.